السعودية وقصر طنجة، فخامة للأمراء وإفلاس للعمالة. قصر فاخر في مدينة طنجة المغربية، لكن خلف أسواره قصة مختلفة تماماً. تقرير حديث لمنظمة هيومان رايتس ووتش يكشف أن عشرات الشركات المغربية ومئات العمال لم يتقاضوا أجورهم بعد أعمال تجديد قصر يملكه أمير سعودي. قيمة الأعمال تتجاوز 5 ملايين دولار، وبحسب التقرير تعاقد مكتب الأمير مع شركتين سعوديتين لتنفيذ المشروع. هؤلاء بدورهم تعاقدوا مع أكثر من 50 مقاولاً فرعياً مغربياً، لكن المدفوعات توقفت منذ أكتوبر 2024. النتيجة كانت قاسية: شركات صغيرة على حافة الإفلاس، ومئات العمال فقدوا وظائفهم. بعض المقاولين يقولون إنهم باعوا سياراتهم واستنزفوا مدخراتهم لدفع رواتب العمال. أحد العمال قال: اقترضت المال لدفع الإيجار ولا أعرف كيف سأطعم عائلتي. آخرون لم يتقاضوا رواتب ل4 أو 6 أشهر. التقرير يشير أيضاً إلى احتجاجات واعتصامات أمام القصر ومكاتب الشركات، وحتى الآن لا جهة تتحمل المسؤولية بشكل واضح. ممثلو القصر يقولون إن الأموال دفعت للشركات، والشركات تقول إنها لم تستلم شيئاً، وفي المنتصف يبقى العمال بلا أجور وبلا مصدر رزق. هيومان رايتس ووتش دعت السلطات السعودية والمغربية للتدخل فوراً وضمان دفع المستحقات كاملة. قصر بملايين الدولارات، لكن ثمنه الحقيقي يدفعه عمال بلا رواتب.